مشاهدينا صباح يوم جديد، يوم سعيد، يوم رمضاني جديد، ويعتبر آخر حلقة لينا في رمضان في يوم جديد. ودايما في أواخر رمضان أو العشر الأواخر تحديدا بنتحرى ليلة القدر. بنقعد نطلب من ربنا. صحيح احنا بندعي طول الشهر، بس يمكن في العشر الأواخر بنقعد نطلب من ربنا انه يتقبل صيامنا وصلاتنا، ونطلب منه كمان ان اخلاقنا اللي حاولنا ان احنا نتصف بيها في شهر رمضان وحاولنا نركز فيها قوي تستمر معانا لبعد رمضان. فنطلب من ربنا انه يا رب يتقبل منا جميعا، ونقول لكم صباح يوم جديد. هذا رمضان جناب الإحسان، جناب الخير، أسيادي جناب الخير، أسيادي جناب الخير، أسيادي هذا رمضان أيام الرحمة والغفران، أحبابي هذا رمضان أيام الرحمة والغفران، هذا رمضان نباركوا لجميع الأحباب الأصحاب البعد والقراب، فرحة مر من باب الباب، سبحانه الكريم الوهاب، هذا رمضان، هذا رمضان جناب الإحسان، جناب الخير، أسيادي جناب الخير، أسيادي جناب الخير، أسيادي هذا رمضان أيام الرحمة والغفران، أحبابي هذا رمضان أيام الرحمة والغفران، هذا رمضان ندعي والله بالصلاة نهار وليل في كل الأوقات، بلادنا من الآفات يا مجيب الدعوات، هذا رمضان، هذا رمضان جناب الإحسان، جناب الخير، أسيادي جناب الخير، أسيادي جناب الخير، أسيادي هذا رمضان أيام الرحمة والغفران، أحبابي هذا رمضان أيام الرحمة والغفران، هنروح مع بعض بلد من بلادنا العربية، ويمكن البلد دي الحقيقة صحيح كل شعوبنا شعوب طيبة وجميلة، بس في بلاد كده شعوبها لما تشوفها تحس بالطيبة على وشهم بشكل كبير جدا. اليمن. اليمن من البلاد العربية الجميلة الرائعة، شعبها كمان شعب جميل وطيب جدا جدا جدا. وكالعادة رمضان بيستقبلوه زينا كلنا، أكيد في فوانيس، في زينة، في استقبال حار وحب وفرح وبهجة بالشهر الكريم، زيارات عائلية جميلة، أكل اليمني الشهير والموجود. إيه رأيكم كده نقضي يوم رمضاني مع أهل اليمن؟ يلا بينا. قد إيه اليمن بتكون جميلة في رمضان بجوامعها ومآذنها وقبابها والتقوى والروحانيات اللي بينطق بيها كل حجر، كل باب وكل طاقة نور وشباك، حتى أداء التفاصيل في زخرفة من زخارف حيطان المساجد.
وفي كل سنة بيستنى أهل اليمن رمضان بفارغ الصبر عشان يستعيدوا أنواره وبركاته ويفرحوا بإحياء ليالي ونهار رمضان بالذكر وتلاوة القرآن. وقبل ما يجي رمضان بيبدأ أهل اليمن يستعدوا. عند أهل اليمن عادة جميلة جدا، وهي إنهم بيتعرفوا على مجيء رمضان عن طريق الأطفال اللي بيمسكوا علب معدنية ويحطوا فيها كذا حجر صغير، ويبدأوا بقى يشخللوا بالعلب دي فتعمل صوت قوي ينبه أهل اليمن لقدوم رمضان. ويبدأ استعداد اليمنيين لرمضان من أول شهر شعبان بإنهم يزينوا بيوتهم بشرائط الزينة والفوانيس، والعيال تفرقع بومب في الشارع ويولعوا الصواريخ. أما الكبار فبيستعدوا بالتسوق وبيشتروا أنواع الأكل اللي بيحبوا ياكلوه خلال الشهر الكريم. أما بقى أثناء رمضان بتزيد صلة الأرحام، وأهل كلهم بيزوروا بعض ويتجمعوا، وبتكون فرصة يتشاركوا الكلام وينهوا أي خصام ويرجعوا تاني إخوات بحق وحقيقة، وسوا بعد الفطار يروحوا يصلوا التراويح. أما بقى الأكل اليمني المشهورين بيه في رمضان فأنواعه كتير، منها مثلا من العيش اللي بيسموه في اليمن الحوح بعد ما يهرسوه في اللبن الرايب ويخبزوه في البيت. ومن أشهر الأكلات على فطار رمضان في اليمن السمبوسك والمتربش والزربيان. أما بقى الحلويات اللي بيحب أهل اليمن إنهم ياكلوها قوي في رمضان حلوى اسمها بنت الصحنك وحلويات تانية كتير. وزي كل بلادنا العربية أهل اليمن أهل كرم وجود، ولما بيجي المغرب على حد من الصايمين وهو لسه في الطريق بيدوله عصير ومية وتمر، وساعات كمان أطباق أكل فيها من كل أكل البيت. ومن عادات اليمن في رمضان الإفطار في المساجد، يتقابلوا يتكلموا يتسامروا وهم بياكلوا سوا، وكلهم حريصين إنهم هيفطروا في المسجد عشان كمان يصلوا جماعة. وفي الليل الكل في الشارع متونسين دايما ببعض في ليالي رمضان. نتجه بقى بسرعة على ليبيا وندوق أكلة من أكلاتهم الجميلة واللي بيشتهروا بيها، وأكيد طبعا إن هم بيحبوا يعملوها في رمضان، اسمها رز مبوخ. الرز ده مشهورة بيه ليبيا، وهو على فكرة رز بالخضار والفراخ، بس بيعملوه بطريقة مختلفة شوية. إيه رأيكم نروح نشوف بيعملوه إزاي؟ يلا بينا.
زي ما احنا متعودين في يوم جديد في رمضان. ومسجدنا النهارده هو المسجد الأموي في دمشق. طبعا المسجد الأموي في دمشق من المساجد الهامة جدا، واللي بيسموه كمان جامع بني أمية الكبير. الجامع ده له تاريخ طويل جدا في الحضارة الإسلامية، لأنه بيعتبر رابع أشهر جامع في تاريخ الإسلام. أكيد كلنا ذكرناه وشفناه أكيد في تاريخنا الإسلامي. اللي أمر ببنائه هو الوليد ابن عبد الملك سنة 705 هجريا. والجامع نفسه فخم جدا وكبير، وزي ما في عجائب الدنيا السبعة كده، لا في كمان من عجائب الدنيا بالنسبة للمسلمين هو الجامع الأموي في دمشق. إيه حكايته وشهرته وتاريخه ومعماره؟ تعالوا نشوف مع بعض في الفيديو القادم. جامع بني أمية الكبير، واللي معروف باسمه المختصر الجامع الأموي، هو المسجد اللي أمر الوليد بن عبد الملك ببنائه في دمشق. الجامع الأموي رابع أشهر مسجد إسلامي بعد حرمي مكة والنبوي والأقصى، وبجد فعلا الجامع ده من أفخم المساجد الإسلامية، وبيوصفوه بأنه أحد عجائب الإسلام السبعة في العالم. بدأ بناء الجامع الأموي سنة 705 ميلادياً، واتجمع له أهل الحرف والصناعة المحترفين من الفرس والهنود. وكمان بعت إمبراطور بيزنطة وقتها 100 فنان يوناني عشان يشاركوا في تزيين الجامع وفي ديكوراته. الجامع انبهر بيه الرحالة والمؤرخين والأدباء اللي راحوا دمشق وشافوه، استفاضوا في وصفه ومدحه، خصوصا أشكال الزينة اللي على سقفه وحيطانه، وفنون الفسيفساء الملونة والرخام كمان. ويقال إن الجامع الأموي أول مسجد ظهر فيه محراب نتيجة استلهام جزء من طراز البناء لكنيسة يوحنا المعمدان. أما المئذنة الشمالية فهي أقدم مآذنه الثلاثة، وتم استخدامها كمان كمنارة لمدينة دمشق. وبسبب المئذنة دي انتشر نموذج المئذنة المربعة في كل سوريا، وكمان في شمال إفريقيا والأندلس. والجامع الأموي موجود في وسط مدينة دمشق القديمة في المنطقة المدرجة على لائحة التراث العالمي. وبعد انتهاء حكم الأمويين بدأت الخلافة العباسية، وبقت بغداد عاصمة الخلافة بدل دمشق. ومع ذلك فضل العباسيين بيعتبروا المسجد الأموي رمز أساسي للإسلام، وبالتالي نجا المسجد رغم القضاء على آثار بني أمية في دمشق. ومع تعاقب الحكام المسلمين فضل الجامع الأموي في مكانه كمركز للحياة الدينية في المدينة، وكان كل الحكام على اختلافهم حريصين على ترميمه والحفاظ عليه من قديم الزمان ولغاية دلوقتي.
فقرتنا المحببة لقلوبنا جميعا هي فقرة السوشيال ميديا، وده لأننا بنتواصل معاكم مباشرة من خلال صفحتنا على الفيسبوك يوم جديد. بتبعتوا لنا فيديوهاتكم من جميع أنحاء الدول العربية، وإحنا كمان بنحاول إن احنا ننشرها ليكم. وطبعا زي ما احنا عارفين إنه خلال شهر رمضان بنحاول تكون المعالم أو الفيديوهات عن المعالم الإسلامية الموجودة في بلداننا العربية. والنهاردة هنشوف بعين شاب من الشباب بئر غرس. ايه بئر غرس ده؟ هما بيقولوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحبه جدا وكان بيشرب منه بشكل كبير جدا، فنعرف بقى حكايته من خلال الشاب ده. يلا بينا ونشوف الفقرة الجاية. نقف على بئر نبوية من آبار المدينة المنورة التي ارتبطت بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه البئر كان يشرب منها الرسول عليه الصلاة والسلام ويستعذب ماءها ويجلب له الماء ليشرب منها. يستعذب ماءها أي يرى أن ماءها حلوا عذبا، وأوصى عليه الصلاة والسلام إذا مات أن يغسل من هذه البئر، فقال يا علي إذا مت فاغسلوني من بئري بئر غرس، فنسب البئر إلى نفسه. قال إذا مت فاغسلوني من بئري بئر غرس ب7 قرب. فلما مات عليه الصلاة والسلام غسل من ماء هذه البئر. هذه البئر هي بئر غرس أو بئر غرس، لها اسمان، غرس أو غرس. والغرس هو الفسيل من الشجر. خلوكم معنا نغطي هذه البئر ونشوفها. والآن رجعت لها المياه بعد انقطاع نحو 60 أو 50 سنة. هذه هي البئر، بئر غرس، ونسبها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه ونسبها إلى الجنة، وقال إني رأيت أني أصبحت على بئر من آبار الجنة فأصبح على بئر غرس. وفي رواية أنه قال نعم الجنة وماؤها أطيب المياه، وهذا ورد بإسناد ضعيف. هذه البئر كما قلنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعذب ماءها، وكان يجلب له الماء. مر من هذه البئر بئر غرس ومر من بئر السقيا. بئر تاريخية فيها عبق التاريخ وعبق الماضي وعبق النبوة، والمكان جدا جميل. والآن ما شاء الله تبارك الله عادت لها المياه بعد انقطاع نحو 50 سنة. كان من آخر من شرب من هذه البئر الشيخ غالي الأمين، وذكر ذلك في كتابه الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. وقال شربت من ماء هذه البئر المالح نوعا ما، وقد قيل أن لي في مائها مادة معدنية تشافي من آلام المغص والمعدة. لكن ما شاء الله تبارك الله الآن شوف الماء ما شاء الله نشرب من مائها ما شاء الله تبارك الله. هذا مثل هذا هنا مثل ما شاء الله تبارك الله. هذا أقوى يبدو. أيوة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ماء بارد. الآن نشرب. بسم الله. يا سلام. وهنا لوحة إرشادية معلومات عن بئر غرس، أحد المعالم التاريخية المرتبطة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تقع في حي العوالي على طريق قربان جنوب الحرم النبوي الشريف، وتبعد عن مسجد قباء نحو 1500 متر إلى جهة الشمال الشرقي. وهي بئر مطوية بالحجارة البازلتية وهي حجارة الحرة، بجوارها بعض الأساسات لمباني. وتذكر مصادر التاريخية أن بئر غرس احتفرها مالك بن النحاط، وهو جد سعد بن خيثمة ابن الحارث بن مالك بن النحاط الذي نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بداره عند قدومه إلى المدينة مهاجر مكة. وكان سعد بن خيثمة هو مالك البئر في ذلك الزمان. كان سعد بن خيثمة هو مالك هذه البئر، بئر غرس. ونسب إلى بئر غرس ونسب إلى بئر غرس روايات تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم،
منها شرب النبي صلى الله عليه وسلم منها، ودعاؤه لها بالبركة، ورؤيته أنه أصبح على بئر من آبار الجنة، ووصيته لعلي بن أبي طالب بأن يغسله ب7 قرب منها حين وفاته، ونسبته البئر إليه بقوله بئري. وفي بعض تلك الروايات أقوال المحدثين. ما شاء الله تبارك الله، معلومات قيمة وجميلة عن هذه البئر، وهذه باللغة الإنجليزية. ما شاء الله تبارك الله. هذا طي البئر قديما، ما شاء الله تبارك الله. وهذه البئر، هذه البئر من الجانب الآخر. يا سلام، عبق التاريخ وعبق الماضي في طيب. صورة لبئر غرس من الخارج تعود للثمانينات الميلادي، وهي ملاصقة لمدرسة دار الهجرة. هذه في الثمانينات الميلادية، من قبل نحو 35 سنة. هذه الصورة ما شاء الله، حتى دورة مياه موجودة بجوار البئر. وهذا هنا مسجد، مقبل المسجد الآن، مسجد تاريخي أيضا، تقريبا عمره 500 عام. عبق التاريخ وعبق الماضي وعبق النبوة. يا سلام، المكان يحكي تاريخ ويحكي قصص السيرة في المدينة المنورة. هذا طي البئر، ما شاء الله، والله مكان ما تشبع من الجلوس منه والمكث فيه والنظر والتأمل بعد إخراجه بهذه الحلة الجميلة الرائعة. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي، اللهم بارك. جزا الله تعالى القائمين عليها خير الجزاء. الحمد لله أن عادت هذه البئر بعد انقطاع نحو 50 سنة. كده خلصت فقراتنا النهارده في يوم جديد. يا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم، وما تنسوش تبعتوا لنا على صفحتنا يوم جديد على الفيسبوك. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس الميعاد ويوم جديد.